يمكن الباذنجانية أكثر مقبلات يأكلوها الشعب العراقي، تعالوا أعلمكم شلون نسويها. نكهة مميزة وفخمة جدا، وكونها تيجي بشغل المقبلات راح أجاوبكم على أكثر سؤالين طرح قبل كم يوم فقرة الأسئلة حول الباذنجانية. أخلي البصل ني وأحمسه شوية بالزيت، والسؤال الثاني الأكثر أهمية شلون نتخلص من السوائل اللي يصير بالباذنجانية. تلقون الإجابات بنهاية الفيديو. حتى نسوي المقبلات نحتاج ربع كوب من البصل والجزر والفلفل والخيار. راح أخلي عليهم كوبين من الباذنجان، نص خاشوقة صغيرة من الكزبرة ومثلها كمون. نخلط المكونات سوية حتى تمتزج كلها بشكل متكامل. خليتوا عليهم كوب كبير من الكاتشب، أقل من ربع الكوب صوص، وراح نخلي شوية دبس رمان، هاي إضافة شخصية يعني ممكن تضيفوها وممكن لا. راح نخلط المكونات سوية. هذا التزيين شي يعود لكم يعني مو ضروري، خليها بالثلاجة أهم شي فد ساعتين حتى تتخمر وتتماسك النكهات، وبس راح تصير عندكم رهيبة. بالنسبة للسؤال المهم اللي يتكرر كثير، من تجي السوائل بالباذنجانية وشلون نتخلص منه؟ 3 أسباب رئيسية واكو بعدها ثانية، نهتم بالرئيسية: إضافة الطماطة، إضافة عصير الليمون، وإضافة الملح. الطماطة أصلها بها سوائل، إذا تريد تضيفون شيلوا اللي بمالتها، خلوا بس القشور، مو بس القشور يعني طبقة ثخينة. وأنا صراحة ما أفضل إضافة الطماطة، شفتوا بالفيديو ما ضايف طماطة أساسا. ليمون كذلك، عصير ليمون أنا ما أضيف عصير ليمون. أعوض عن الحموضة بشيء بسيط من دبس الرمان كلش كافي. والملح كذلك أنا شخصيا ما أخلي ملح. ليش؟ لأنه الملح مادة ماصلة للمي، فما راح نخلي ملح. الملح راح يبدي يسحب سوائل من ذن المكونات كلها، الخضار والصوصات، فراح تركز جوا ويصير قوام الباذنجانية محلو مهروس. أوكي، فإذا تريدون تقلون خلوا كمية بسيطة من الملح، أنا شخصيا ما أفضلها صراحة، شي يعود لكم. السؤال الثاني البصل أخليه ني لو أحمسه شوية زيت، صراحة أنا أخليه ني. بالنسبة اللي ما يحب نكهة البصل ممكن يحمسه شوية بالزيت ويخليه بالمقبلات، لكن هذا الشغل يكون داخل البيت ما يصير بالمطعم. ليش؟ لأنه بصل من ينحمس راح ينمرض، راح يساعد بتلف قوام الباذنجانية ويمرضها كذلك. أتمنى وصلت الفكرة، نشوفكم فيديو جديد. وأي سؤال حول الأكل أو المقبلات تقدرون تكتبوه جوا الفيديو، جاوب عليه إن شاء الله ويصير مجال. مع السلامة. يا مع السلامة، تصبحون على خير. ساعة بالوحدة وربع تقريبا.